السلام عليكم ورحمة الله. خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو هاد لا فيديو ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو تاع اليوم جبت لكم زوج مقاطع خوتي من قطر. واحد من زوج فيديوهات هادو على بالي يعجبكم بزاف، والثاني على بالي ما حش يعجبكم ويقلقكم تاني. نبداو بالفيديو الاول اللي مليح. هذا خونا مواطن جزائري راهو في قطر، وكما راكم تشوفوا جاء انسان تونسي. وعلى بالكم في قطر دوك كامل هاد المؤثرين اليوتيوبرز والتيك توكر كامل يحبوا يخدموا فيديوهات وينشروا باش يجيبوا تفاعل ومشاهدات وكامل. المهم هذا خونا التونسي مع كل احتراماتي خوتنا في تونس، عم بالو الجزائريين كامل كيف خونا هذا راح يطرح عليه سؤال زعما ويسقسيه في ميزكم زعما ويسقساه. انتم دوك بيناتنا كاس العرب الحاله راهي غير لي ماتش وكاع. قال له خويا الجزائري راني حايب نتزوج، واش هي الدوله العربيه اللي تشوفها مناسبه زعما باش نتزوج منها؟ شوفوا الرد تاع خونا الجزائري هذا كيفاش رد عليه، ما حلبوش كامل. خويا الجزائري حاب نسألك سؤال، لو انا فكرت نتزوج مين الافضل في العرب للزواج بصراحه؟ والله ما على بال، ما عنديش ايدي. انا جيت نتفرج الفوتبول، ابطال الفوتبول الموضوع هذا تاع الزواج والله ما على بالي يا حبيبي. خويا الجزائري حاب نسألك سؤال، لو انا فكرت نتزوج مين الافضل في العرب للزواج بصراحه؟ والله ما على بال، ما عنديش ايدي. انا جيت نتفرج الفوتبول، ابطال الفوتبول الموضوع هذا تاع الزواج والله ما على بالي يا حبيبي. والله يا خوتي غير مرة قال لي الفيديو قصير 15 ثانية وشنو لخص بزاف عفايس. وهذه رسالة لبعض المؤثرين وكامل اللي بانوا في الكاميرات. امثال هؤلاء هما اللي يمثلونا، ونحبوا كي نشوفوا باللي مازال عباد واعيين ومثقفين كيما هذا المواطن يقولوا له بارك الله فيه. عكس الفيديو الثاني يا خوتي، هنا راح نشوفوا الفيديو الثاني. هذا المواطن على بالي نص كبير كامل يعرفوا، راهو يبان بزاف في حصص تلفزيونية. المهم الله اعلم صحافي. ونفس الحادثة اللي صارت مع خونا في الفيديو الاول، يعني قدام ستاد جاه انسان عراقي الله اعلم، دوك ما على بالناش اذا يوتيوبر ولا تيك توكر. المهم سقساه بكل اريحيه، يعني نورمال جاو كيما حبيت. قال له واش رايك في الماتش تاع اليوم بين الجزائر والعراق؟ واش هو التوقع ديالك؟ وشكون المنتخب اللي راح يفوز في رايك؟ درك هنا خوتي اي انسان جزائري في موقف كيما هذا باينه كي تكون ما على باليش تقول الجزائر وتفتخر بلي الجزائر وتحب الجزائر تربح. خونا هذا لا، الحاجه الاولى اللي دارها بدل اللهجه الجزائريه، زعما لعبها يهضر عراقي. والحاجه الثانيه اسمعوا زعما التوقع ديالو. درك بيناتنا خوتي احنا كامل الجزائريين من الماتش الثاني مع البحرين 99.99% كامل على بالنا باللي الجزائر لعبت مليح وراح تلعب مليح مع العراق. غير خونا هذا اسمعوا يا خوتي واش قال، الله المستعان. في العالم قبل الذهاب الى المباراه كيف؟ نتيجه توقع. والله شوف التوقع، انا انسان اعطني نتيجه. النتيجه هي 2-1 للعراق. توقعت العراق فوز العراق. الفريق العراقي فريق قوي ويلعب امان اليوم. شكرا. مشان هيك راح يبدع اكثر، غير الفريق الجزائري هو تحت الضغط واكيد راح يرتبك شوي. لا مش انا نهضر باللهجه تاعنا، ما عنديش الحشمه ولا لا كونترير. كل شو احنا في الجزائر البارح قلت لهم احنا عندنا 48 لهجه. المهم خوتنا كيما شفتوا لي فيديو، انا اخترتها عجبني الفيديو الاولاني. وهذه رساله لخوتنا الجزائريين اللي راهم في قطر. كي يجيكم كصحافي ولا يوتيوبر ولا تيك توكر يسقسيكم، اعرفوا برك واش تهضروا باش ماشي من بعد تولوا في ندامه. خاطش على بالكم خوتي العرب فاقوا باللي الجزائريين يطلعوا بها من المشاهدات. اعطاك سؤال عجبك جاوب، ما عجبكش ما تجاوبش. خير من تهضر وتولي في حاجه واحده اخرى. واذا راني غلط قولوا لي راك غلط. هكذا خوتي. المهم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لنا جام وآراءكم في التعليقات. هكذا أتهلاو في رواحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.